ناس كتير بتعيش سنين من عمرها بتتمنى تتغير علشان تكون نسخة أفضل وتحقق أحلامها، لكن مش كل اللي بيتمنى بياخد القرار. فالتمني عبارة عن حالة ذهنية خيالية موجودة في دماغنا، ولكن مش بتتحول لأفعال. زي مثلا لو واحدة بتقول يا ريت أخس، أو حد تاني بيقول أنا عاوز أبدأ مشروع. هو هنا مفيش عنده لا نية ولا عنده خطة ولا عنده التزام ولا هيقوم بالفعل. أما اللي بياخد القرار فبيقول أنا هبدأ النهاردة وهعمل 1 2 3. ليه؟ لأنه عنده نية وعنده إرادة واضحة وصريحة في إن هو هيبدأ النهاردة وهياخد الخطوات اللي قال عليها. فبيشتغل على نفسه وبيطور من نفسه رغم إن هو عارف إن في مخاوف وفي تحديات هتواجهه. زي مثلا لو حد بيقول أنا النهاردة هبعد عن أي علاقة بتأذيني وهبدأ أشتغل على نفسي وأطور منها. فالفرق هنا ما بين التمني وما بين القرار هو الفعل. علامات بتدل إنك فعلا خدت القرار: إنك تبدأ بالفعل حتى لو بحاجة بسيطة، إن يكون عندك التزام يومي حتى لو حاجة صغيرة، إنك مش مستني المثالية ولا حتى الظروف تبقى مناسبة. بتقول أنا المسؤول مش الناس السبب.